ايه رأيك لو اقولك انك تقدري تبقي نسخة احلى واقوى من نفسك من غير ما تغيري شكلك بالكامل؟ الجلو اب مش فلوس ولا عمليات ولا حتى حظ، الجلو اب ما هو الا قرار. وفي الفيديو ده هقولك خطوات بسيطة بس لو التزمتي بيها هتلاحظي فرق حقيقي في شكلك وطاقتك وثقتك بنفسك. فمن غير مقدمات كتيرة، لو بتحبي تطوير الذات تابعيني عشان محتواي يفيدك. خلونا نبدأ في الفيديو. كم مرة صحيتي فيها ومسكتي بيها الموبايل على طول؟ والمشكلة مش هنا، المشكلة انك بتتفرجي على حياة ناس تانية عايشين حياتهم وبيكسبوا فلوس من وراكي ومن ورا المشاهدات اللي بتديها لهم ومن غير اي فايدة ممكنة. فنقدر نقول ان هي دي العادة اللي هنبدأ نغيرها مع بعض. مش هقولك تمنعي الموبايل خالص، امسكيه عادي بس بعد ساعة او ساعتين، عشان أول ساعة في اليوم هي بتبقى أهم ساعة، فاحرصي دايما أنها تبقى منتجة ومشجعة لباقي اليوم. فبدل من ده قومي صلي الفجر وتعالي عشان نبدأ الخطوة التانية في روتينك الجديد. طيب هبدأ أعرض لك خطوات بسيطة جدا تمشي عليها، بس قبل ما أبدأ لازم أعرفك أن الجلو اب مش بس شكلا بل داخليا. ولكن في فيديو النهاردة يمكن نقول هنركز شوية على الشكل الخارجي، بما أني ركزت في معظم فيديوهاتي اللي فاتت على عقليتك وشخصيتك. اشربي مية. أكيد سمعتي الجملة دي كتير وعدت عليكي كتير على أهمية شرب المية، وأول حاجة تدخل جسمك تبقى مية، ما تبقاش حتى شاي أعشاب أو شاي أخضر أو آيس كوفي أو عصير. أنا عايزة مية عشان فوائدها على الريق كتيرة، سواء للبشرة أو للجسم أو صحيا. فالبهتان اللي بيبقى على بشرتك أول ما تصحي ده بسبب أن جسمك طول ما انت نايمة ما دخلوش مية ودايما بيبقى جاف. فاحرصي دايما انك تشربي مية على الريق. ساعات بتحسي انك مش فايقة بعد ما تصحي وعايزة ترجعي تنامي تاني، او حاسة بخمول او حاسة انك مش قادرة تذاكري. طيب عشان نظبط كل ده محتاجة منك انك تاخدي شاور علشان يفوقك. ولو انتي مش من محبين الشاور اليومي او مش بتحبي تاخدي شاور اول ما تصحي على طول، فتقدري تغسلي بشرتك، واحرصي دايما انك تغسليها بالغسول عشان بتتجمع عليها الزيوت بالليل وشوية بكتيريا، فانتي بتشيليهم بانك تغسلي بشرتك بغسول مناسب لنوع بشرتك. افركيه على بشرتك بحركات دائرية وحاولي انك تكوني لطيفة مع بشرتك. بعد كده ابتدي رطبي، وما تنسيش طبعا انك تغسلي سنانك. في وقت ما تطلعي من الشاور ده بيبقى افضل وقت تعملي فيه سكين كير وبادي كير، فاوعي تستني بعد الشاور بساعتين او حتى ساعة، هيكون جسمك جف وبشرتك جفت. فانتي اول ما تطلعي من الشاور بشرتك بتبقى لسه مندية وجسمك كمان. رابع بوينت، ستايلك قبل ما تخرجي. قبل ما تخرجي حاولي دايما تتأكدي انك مرتبة، متقلقيش، همشي معاكي واحدة واحدة في النقطة دي وهناخد وقتنا في النقطة دي. اولا نبتدي بشعرك. شعرك سواء كنتي محجبة او غير محجبة لازم تخلي بالك منه. فلو انتي مش محجبة سرحيه وحطي عليه حاجة واعملي له تسريحة بتحبيها، ولو انتي محجبة فسرحيه قبل ما تلبسي الحجاب ولميه. حاولي هنا الحجاب بتاعك يبقى مكوي، لو قمشته قطن او موديل، حتى في بعض الشيفون بيحتاج ان هو يتكوي لانه بيكرمش، فخلي بالك من النقطة دي. كمان احرصي انك تلبسي الوان الحجاب اللي تليق على بشرتك، ودي عادي انت بتعرفيها لما تجربي الحجاب. يمكن في نوع حجاب بتحسي انه مغمق بشرتك او مش احسن حاجة، فدوري على لون تاني. اغلب الالوان اللي بتليق على كله وهي الكافيه والاسود والبيج بدرجاته، شوفي انهي درجة لايقة عليكي، والرصاصي برضو بدرجاته. فلو مثلا بشرتك سمراء ابعدي عن الالوان الجريئة زي الاحمر والازرق وهكذا. وده عامة في رأيي الشخصي برضو، يعني بحس الألوان الجريئة في الحجاب مش بتبقى أحسن حاجة، والأحسن تميلي للألوان الهادية. أنا زمان ما كنتش بهتم خالص أن أسرح حواجبي، بل بالعكس كنت بنسى حاجة اسمها حواجبي أصلا، لغاية ما عرفت ازاي تقدر تبينك مرتبة وتبين شكلك مرتب وتغير الستايل 180 درجة. مش هطلب منك تجيبي مسكرة حواجب مخصوص، لا أنا بكتفي بالفازلين وبصراحة انتي كمان تقدري تعملي نفس الحاجة أو بزيت زيتون. تاني ستيب، شفايفك لازم ترتبيها قبل ما تطلعي. فأي بنت جميلة وتلاقي شفايفها مقشرة بيبقى شكلها مش أحسن حاجة، فاحرصي انك ترتبيها حتى بالفازلين. آخر حاجة ستايل لبسك.
كل واحد وليه ستايل معين وكل بنت وليها ستايل معين، بس على الأقل حاولي الألوان تبقى لايقة على بعضها. فأنا لما أجي ألبس حاجة بحب قوي إن الستايل كله يبقى لون واحد وبدرجات مختلفة، أو يبقى لونين قريبين لبعض. فأنا للحاجات اللي زي دي كنت بكتب على بنترست وبشوف أقرب الحاجات اللي عندي. نفس الموضوع معاكم. وفي نقطة برضو نسيت أذكرها، وهي إنك تحطي سان سكرين قبل ما تطلعي، علشان طبعا الشمس وأكسدتها، وعلشان نعالج برضو أكسدة البشرة والبشرة عامة. هنيجي للأكل، احرصي دايما إنك تاكلي أكل صحي، مش شرط تشتري حاجات غالية حتى لو أكل بيت، بس تركزي على الفواكه اللي فيها فيتامينز والبروتين والألياف. معظم البنات عشان اليوم بيبقى طويل فبتعمل سكيب للنايت روتين وبتروح تنام على طول، بس معلش احنا هنغير العادة دي وهنبتدي بدلها باننا ناخد شاور لو ما اخدتيش الصبح، وبعدين تعملي سكين كير وبودي كير، او تكتفي بالسكين كير لو مش هتاخدي شاور. مع المعلومية احرصي على الاقل انك تاخدي من 3 ل4 ايام شاور في الاسبوع. طبعا هيبقى احسن جدا انك تاخدي شاور يوميا خصوصا في الصيف. ما تنسيش ترطبي شعرك، ولو عندك بناية حرير البسيها، لو مش عندك زي حالاتي كده اكتفي بانك تعملي ضفيرة او تضفري شعرك. نيجي لاخر نقطة وبشوف ان هي اهم نقطة، خديها نصيحة مني، مفيش اي مرطب تحت العين هينقذك وهينفعك اكتر من النوم الكويس وانك تنامي كويس. يعني انا حرفيا عدى عليا 3 ايام بالظبط نومي كان خربان وتحت عيني اغماء، وبجد كنت زعلانة قوي، واكتشفت انه قد ايه النوم مهم. فالحمد لله بعد ما ظبطت نومي تاني بقى احسن، وستيل هيتحسن مع الاكل والشرب، ولكن انتي بس اهم حاجة ظبطي نومك. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى من كل قلبي يكون عجبكم، واتمنى من كل قلبي تكونوا استفدتم. لو في اي بوينت انا ما وضحتهاش ياريت تكتبولي في التعليقات. Thank you so much for watching، واشوفكم في الفيديو الجاي.